أسوأ مباراة يمكن أن نلعبها، لكن ما زلنا متحمسين رغم خيبة الأمل، لأن قالها كان يريد أن وعاودها، يلعب. قال احنا جينا لنا باش نوصلوا للمباراة النهائية ولم يتحقق ذلك، ولكن يشعر بأهمية المباراة ويرسل الرسائل إلى لاعبيه. صحيح أنه الإحباط يغلب عليهم، التعب يغلب عليهم، الإصابات موجودة، ولكن الحافز هو أن تقول أنتم كأنكم في ألعاب أولمبية. التاريخ يعترف بالثلاثة الأوائل. صحيح. سجلات التاريخ حينما ستمر 100 سنة ونقول تعالوا نشاهد دورة 2022، من كان الأول ومن كان الثاني؟ والمغرب في المركز الثالث. هذا هو الحافز للاعبين، أن يعودوا إلى أنديتهم إلى دورياتهم ويقولون نحن كنا قاب قوسين من أن نصل إلى المباراة النهائية ونرفع هذه الكأس. أعتقد الحوافز موجودة، لأن هؤلاء اللاعبين لديهم نهم، وهذا النهم لم ينقطع، سواء كانت مباراة في دور المجموعات أو بخروج المغلوب أو اليوم. رغم حالة الإحباط سيكون هناك حافز، لأن لديهم جمهور وراءهم، لديهم أسر، لديهم آباء، لديهم أمهات، لديهم أزواج، زوجات، لديهم كل هؤلاء الذين وقفوا معهم، ثم هم على عتبة التاريخ. صحيح حققوا فيه جزءا كبيرا، ولكن أن تصل إلى المركز الثالث. نعرف مثلا قيمة المباريات التي استطاعت الفيفا أن تحفز المنتخبات عليها، كانت مباريات تكملة الديكور. أنتم تذكرون الفريق الذي لعب به فرنسا في 82؟ كل اللاعبين، ورغم ذلك فاز على بولندا 3-2، ولكن كل اللاعبين لم تكن لديهم فرصة أمام كل من تيغانا، جيغاس، بلاتيني، غوشتو، كل هذه الأسماء الرائعة غابت لأن افتقدت للحافز. كيف يمكن اليوم أن تقول لمنتخب خرج من الدور نصف النهائي أن